السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي الروحانية؟ ام جنى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي الرسالة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الشكور لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده مع بعض حبايبي ام جنى اشوف طاقتكم وطاقة الحبيب وطاقة الطرف الثالث، لو في طرف ثالث. بس تعالوا نشوفوا كده طاقتكم انتوا الأول كده بإذن الله حبايبي أم جنى. انتوا زعلانين، بصوا انتوا زعلانين قوي. تمام، زعلانين. بس القراءة هنا هقول لكم بتقول ايه. عندكم زعل، شايفين؟ بصوا البطاقة، بص وشك عامل ازاي يا صاحب الرسالة، شايف؟ فانت عندك حزن، زعلان، سواء رجل او امرأة. عندكم حزن، زعلانين، بتفكروا في اللي فات. وبعدين بقى في منكم هنا اللي بيسترجع ذكرياته مع الحبيب، ممكن يكون عن طريق مثلا صورة كانت عندك، شات انت بتسترجعه، او بتسترجعوا كل اللي حصل بينكم وبينه. ندمانين، متحيرين، مش عارفين الوضع هيرسي على ايه. يعني انتوا زي ما يكون في حالة من التوهان، انتوا تايهين اصلا. بتقولوا يا ترى يا ترى يا ام جنى الوضع هيرسي على ايه؟ يا ترى يا ام جنى احنا طاقتنا هتفضل كده؟ شوفوا بقى البطاقة التانية بتقول ايه. بتقول انك انت من حزنك ده واشتياقك، لان يا صاحب الرسالة الطاقة باينة لي هنا، انا كأم جنى الروحانية باينة لي ان انتوا يعني نفسكم في الحبيب قوي، ونفسكم فيه سواء روحيا او جسديا. فبناء على الحزن اللي انتوا بتعملوه، بصي شوفي يا حبيبة قلبي، شايفة البطاقة بتقول ايه؟ شايفة وشك عامل ازاي؟ حزينة، بتفكري في اللي فات. بناء عن كده انت اللهم صلي على النبي، او انت طبعا، القراءة للرجل والمرأة حبايب ام جنى، بتقول انكم ممكن تكونوا اتسرعتوا او هتتسرعوا في موقف، فخلي بالكم. بسم الله، خلي بالكم يا حبايبي. القراءة هنا فيها طاقة تسرع، في طاقة تسرع، في طاقة بتقول ان انتوا اتسرعتوا في شيء. او ممكن لو انتوا، بصوا بقى عشان طبعا القراءة عامة، فالقراءة العامة دي فيها طاقات كتيرة، واخدين بالكم؟ او ممكن لو انتوا في مثلا ايه، حد يجي يقول لك ايه، لا بس انا يا موجة ما اتسرعتش في حاجة، انا ما عملتش حاجة. اقوم قايله لك يا حبيبة قلبي، يبقى انت اتسرعتي في اول العلاقة. وكأن كانت القراءة بتقول لك هنا حبيبة ام جنى، كأن القراءة كانت جاية تقول لك اللهم صل على النبي. انتي الشخص ده يمكن كان عارف عنك انك انت مشتاقه له، او انت معجبه بيه قوي، عشان كده هو بهدلك في اول العلاقه. يعني ايه؟ لففك كده، لففك حوالين نفسك. بس اللي انت ما تعرفوش انك انت ظلمتي نفسك قوي في العلاقه دي. بصي شوفي، انت دلوقتي شايفه البطاقه دي، طاقتك ايوه هتتقدمي ان شاء الله وهتعدي. يعني انتوا سامعين الصوت اللي انا سامعاه ده؟ دي صوت بنتي هي اللي عامله الدوشه دي. إيه الصوت على فكره، الصوت طالع في التصوير. ف يعني معلش بعتذر. ف... فبصوا حبايبي، بدل بقى ما كل شويه هقطع الفيديو بقى وهعمل لكم، فانتوا بقى انتوا مش غرب بقى، احنا مش غرب. فبصوا حبايبي، فانا شايفه ان طاقه الشخص ده بيغيظك، بيغيظك اليومين دول كمان. بصوا، بيغيظكم يا حبايبي، وبيكتكم في قلبكم. الشخص ده بيغيظك، خلي بالك. طيب اقول لكم على حاجة تانية، هو هيموت ويرجع. الشخص ده هيموت ويرجع، بس سايق عليك التقل والعواجان، يا لهوي. سايق عليك التقل
والعوجان بصورة فوق ما تتخيلوها. هو بيحاول يمتص غضبه. بصوا، بيحاول يقعد هنا، شوفوا قاعد عامل ازاي، شوفوا قاعد هنا بيحاول كده، حد كده ايه، بيشم انفاسه. وساعات يفتكر لك مواقف جميلة قوي يا صاحب الرسالة، يفتكر لك مواقف حلوة قوي، بيحبك. انا مش هقدر انكر الشخص ده بيحبك، الشخص ده يعني مش بيحبك، الشخص ده بيعشقك، بس تقدروا تقولوا عليه شخص نرجسي سام. طب انت بتحبه وانت بتعشقه بتدوخه ليه بعيد عنكم؟ هو شخصية متعبة، هو شخصية مؤذية. بسم الله. ده ينسون، يعني عشان اللي ما يقعدش يقول لك بتشربي ايه، ده ينسون عشان تعبان. ربنا يشفيكم ويشفينا. فعايزة اقول لكم، اللهم صل على النبي، الشخص ده هو بوظ صورته قدامك. يعني هو انت دلوقتي شايفه حد وحش قوي، شايفه حد مزعج. طيب، وهو فعلا انسان مزعج. يعني انا شايفه ان هو صرخ في وشك، زعق في وشك في مره من المرات، يا اما اخر مره، يا مره من المرات يا اخر مره. بس انا شايفه انك انت اتحملت فوق طاقتك. بصوا شوفوا هنا حبايب ام جنى، بصوا بصوا حبايبي، شوفوا كده البطاقه دي، انتوا اتحملتوا فوق طاقتكم في العلاقه الزباله دي. طب ام جنى انت بتقولي ليه علاقه زباله طالما ان الشخص ده بيحبنا؟ حبايبي، انتوا عارفيني انا كأم جنى معرفش اكدب او معرفش اقولك، وبيحبك بس بطريقته، بيحبك بس عايز يلففك، قمت انتي اللي ملففاه. واخده بالك؟ يعني هنا حبايب ام جنى، بصي هو قاعد محيرك، قاعد خلاكي تعملي كده. هو يا ترى بيفكر فيا ولا لا؟ يا ترى بيحبني ولا لا؟ طب هو الموقف الفلاني اللي عمله ده كان عامله قصده ولا لا؟ طب هو لما بعد عني اكونش انا اللي غلطت؟ فهمتي حبيبة ام جنى؟ وخلاكي تندمي على الحب او على الاحتواء اللي انت اديتهوله، وما كانش يستاهل والله. راجل او ست، طبعا القراءة للرجل والمرأة، الشخص ده ما كانش يستاهل الحب ده، الشخص ده ما كانش يستاهل الاحتواء اللي انت اديتهوله. يعني لما تبقي انت حد بريء بالمنظر ده، شخصية بريئة كده وعسل كده، وهو شخص بتحكمه أم حاكمة، وممكن يسمع كلام حد تاني، لأن القراءة بتقولك إن الشخص ده بيسمع ودني من الآخر. وبعدين يجي يتبلى عليكي ويرمي جتته ويقولك انتي اللي أذيتيني، انتي جرحتيني، أنا مظلوم، أنا ضحية. نقوم احنا قايلين له ايه؟ ضحية كاريوكا. هو يعني ده الرد بتاعي، يعني ضحية كاريوكا. آه، ده شخص جاحد، جاحد، بيحبك بس بجحود، بيحبك بس بطريقته، بيحبك بس هو اللي يقرر. انت تبقي، بصي انت تبقي خاتم في صباعه كده، خاتم في صباعه، لا تعرفي تروحي ولا تيجي الا بقراراته. وحتى لو هي مرأة برضو تبقى انت خاتم في صباعها. هي شخصية مسيطرة، مش عايزة حد يسيطر عليه. طيب الشخص ده او المرأة دي، عايزة اقول لكم انه اتقابل مع حد روحاني وكشف على طاقتك. ان شاء الله باذن الله بكره اقول لكم الشخص ده عمل ايه ودور على طاقتك وسمع ايه. بس مبدئيا كده، مبدئيا ده الشخص ده هيموت من انك واثق من نفسك، هيموت من انك عندك عزة نفس. اتلاه قوي الحركة دي، اتلاه.
بس انتوا برافو عليكم. شكرا لكم حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.